في الفيديو ده انا هبدأ ال discrete mathematics بأول شابتر معايا شابتر اللوجيك. قبل ما ابدأ بس في اي حاجة نظامنا هيبقى ماشي ازاي. النظام بتاعنا ان احنا هنحل اسئلة ويبقى شرح مبسط على كل جزئية موجودة معانا في المنهج، ماشي، وعليه مسألتين او حاجة بحيث انك تبقى عندك معلومة مش فاهمها في درس تكون كورنا درس كله. انا مهمتي هنا ان انا بقعد احل اسئلة وافهمك كل جزئية في الدرس بمسألة. فهبدأ بأول شابتر معايا وشابتر اللوجيك. اول ما اخش في اللوجيك عندي حاجه اسمها البروبوزيشن. ايه هي البروبوزيشن؟ البروبوزيشن بتبقى بقول لها على الجمل اللي بتبقى ليها اجابه يا اما ترو يا اما فولس. يعني ايه برضو؟ يعني عندي مثلا اول سؤال it is raining، فهو هنا بيقول ان هي بتمطر، فهو هي فعلا يا اما هي بتمطر ترو يا اما هي ما بتمطرش فهي فولس. فانا بيبقى عندي المسائل او مش مسائل، بيبقى جمل اللي هي بتديني يا اما ترو يا اما فولس. عندك زي تاني جملة بيقول لك عمان is the capital of Jordan، فهي اما فعلا كابيتال بتاع جوردن ترو يا اما هي مش الكابيتال بتاعتها في فولس، فليها اجابة ترو او فولس. عندك 1 plus 2 equals 3، دي فولس، ليها اجابة، ده معايا اجابتها اللي هي ترو او فولس، ماشي. فدي تعتبر proposition. طب ايه حاجات الاساسية اللي عندي اللي انا اول ما بشوفها بقول ان هي مش proposition؟ عندي السؤال هو ازاي مثلا انا هجاوب عليه بترو او فولس؟ ما اقدرش اجاوب عليه بترو او فولس. مثلا جمل ملهاش معنى. عندي مثلا امر، لو انا قلت لحد يعمل حاجه بامره بحاجه، ده ما ملهاش اجابه ترو او فولس، فدي نوت بروبوزيشن. عندي مثلا معادله زي 1 بلس 2 بس ماليش الناتج بتاعها، طب 1 بلس 2 يعني هعمل بيها ايه؟ ما برضه مش هقدر ادي قيمه اذا كانت ترو او فولس، فهي برضه نوت بروبوزيشن. عندي تالت حاجه، عندي مثلا جالي فاريبل، مثلا رقمين زائد بعض بيساوي فاريبل، او في فاريبل عندي في المساله. طب ما الفاريبل ده ممكن يطلع بتلاتة، ممكن يطلع بواحد، ما اقدرش احدد ماشي حاجه ان هو اذا كان true or false. بس فهم دول بيبقى not proposition. لو بيبقى مثلا جالي question، جالي مثلا سؤال، حد يسأل سؤال، حد بيدي امر، جالي معادله من غير ناتج، جالي معادله فيها variable، جالي جمله ملهاش معنى، دي الحاجات بتبقى ايه؟ مش proposition. والproposition بتبقى حاجه يا اما إن ليها اجابه true or false. فعندي مثلا نحل اول مساله. بيقول لك Washington DC is the capital of the United States of America. دي اول حاجه، وارد ان هي تبقى true او تبقى false، فدي proposition، يبقى دي عندي proposition. تاني واحده Toronto is the capital of Canada، وارد انها ممكن تكون true or false، فهي برضو عندي proposition. عندي 1 plus 1 equal 2، دي اجابه، هي في المساله هنا انها هتبقى true يعني ليها اجابه، فدي برضو proposition، اقدر ان انا اطلع منها true or false. عندي 2 زائد 2 يساوي 3، دي false، اقدر اطلع منها اجابه true or false، فدي تعتبر برضو proposition. حلو. السؤال التاني بيقول لك what time is it. انا بسأل دلوقتي الوقت دلوقتي كام؟ انا ما اقدرش اجاوب عليه بالترو فولس، فدي مش proposition، ماشي. بقول له read this carefully، انا بأمره ان هو يقرا ده بالراحه، فانا ما فيش برضو، ما اقدرش ادي اجابه ترو اور فولس طالما انا ما اقدرش اطلع اجابه ترو اور فولس من عندي دلوقتي كاجابه دلوقتي، يبقى دي مش proposition. عندي x بلس 1 equal 2، طب ما انا ما اعرفش قيمه الاكس بكام عشان اقول اذا كانت دي ترو اور فولس. ممكن تكون الاكس بواحد فتبقى ترو، ممكن تكون اكس بتلاتة فتبقى فولس، فانا ما اعرفش، فدي برضو نوت بروبوزيشن، انا ما اعرفش اجابتها تبقى ايه. عندي اكس بلس واي تساوي زد، دي برضو ما عنديش حاجه ان انا اعرف بيها اذا كانت دي بروبوزيشن ولا مش بروبوزيشن، سوري، اذا كانت دي ترو ولا فولس، فهي مش بروبوزيشن. بعد كده في السؤال ده بيقول لي find the negation of the proposition. اول حاجه ايه هي النيجيشن؟ انا عندي في بوليان، عندي حاجات بوليان اللي هو النيجيشن اللي هو بيرمز للنوت، تبقى علامته دي، تبقى دي العلامه بتاعته. دي معناها اي حاجه عندي اذا كانت ترو بتتقلب فولس، او اذا كانت فولس بتتقلب ترو، او اذا كانت جمله عاديه اللي هي جمله عاديه عندي بتتقلب لنافيه، واذا كانت جمله نافيه بترجع لي جمله عاديه عادي. عندي تاني حاجه برضو، عندي الكونجنكشن اوبريشن اللي هو الاند، بيبقى حاجه عند حاجه، يعني لازم الشرط ده الشرطين يتحققوا علشان يديني في الاخر ترو، يديني ان هو الشرط الاخير ما يتحقق. يعني لو واحد ما اتحققش، ماشي، يبقى المسألة كلها فولس، يعني ده وده لازم الاتنين. عندي الديسجنكشن اللي هي الاور، اللي هو ممكن واحد فيهم عادي يشتغل، الواحد يشتغل او الاتنين يشتغل. يعني لو انا ده اشتغل معايا تمام وده ما اشتغلش، يبقى انا هيديني ترو. العكس صحيح، لو التاني هو اللي اشتغل معايا تمام وده ما اشتغلش، هيديني برضو ترو. لو الاتنين ما اشتغلوش طبيعي هيديني فولس، فهي تبقى اور، يبقى ده او ده.
الفرق بين الكونجنكشن بتبقى الاتنين لازم الاتنين الشروط تطبق عليهم الاتنين، ده وده. والديسجنكشن بيبقى ده او ده. عندي بعد حاجه اسمها الاكسكلوزيف اور او الاكس اور. دي بتبقى علامتها بلس. دي بتبقى ايه؟ بتبقى لازم شرط واحد بس اللي يتحقق. يعني ده اور ده ماشي، ده اكس اور ده. يعني ايه؟ يعني لو ده ترو يبقى خلاص ده يبقى فولس، في الحاله دي يديني ترو. ماشي. طب لو الاتنين ترو يبقى هيديني فولس. يعني لو معايا الاتنين ترو يبقى الاجابه بتاعتي فولس. لو ما ينفعش الاتنين ينفعوا، لا هي على الاقل لازم واحده بس اللي تنفع معايا. تمام. ده في الاكسكلوسيف اور لازم واحده بس اللي تنفع. يبقى انا الفرق معايا تاني من الاكسكلوسيف اور والديسجنكشن او الاكس اور والاور. الاكس اور شرط واحد بس لازم ينفع. الاور يا ده ينفع او ده ينفع او ممكن الاتنين ينفعوا. يعني ده او ده او ممكن الاتنين مع بعض عادي. انما في الاكس اور ما ينفعش الاتنين ينجحوا، لازم واحد بس اللي يشتغل والتاني ما يشتغلش. لو الاتنين طلعوا ما اشتغلوش هيطلع فولس. واحد اشتغل والتاني لأ طلع ترو. واحد ما اشتغلش والتاني اشتغل هيطلع ترو برضو. لو الاتنين اشتغلوا هيطلع لي فولس. لازم في الاكس اور واحده، وفي الاور عادي يا اما الاتنين يا اما واحده يشتغل معايا. عندي الامبليكيشن او الامبلايز. الامبلايز ركز هنا عشان هنا الترتيب اللي بتحط بيه الحاجه بيفرق بقى. لو هنا الامبلايز مثلا بيقول لي بي امبلايز الكيو. دلوقتي لو طلعت لي البي دي مثلا مره بترو، لو البي دي طلعت بترو يبقى لازما كده كده الكيو هتطلع لي بترو. ده اجباري. يعني انت لو طلع لك البي بترو يبقى المساله كل يبقى الفاينل انسر بتاعك ترو. ليه؟ لان هنا اصلا فكره الامبلايز ايه؟ بتبقى اف بتبقى اف سوري. يعني اف مثلا اول حاجه اللي هي هنا اول حاجه البي، يبقى امبلايز اللي هي then اخر حاجه اللي هي الكيو. يعني لو ده اف ده حصل يبقى ده هيحصل. فلو دي ترو يبقى دي كده كده اجباري انها تبقى ترو. طب لو جه قال لي ان اول واحده دي فولس، ان دي فولس، يبقى هشوف دي ممكن تبقى ترو او ممكن تبقى فولس. لو بقت ترو ماشي يبقى الفاينل انسر عندي بايه؟ بترو. طب لو دي كانت بفولس الفاينل انسر عندي برضو بترو. ليه؟ لان هو اف ده ما حصلش زين ده مش هيحصل، يبقى عندي برضو تطلع ترو. الحاله الوحيده اللي انا لو حصلت معايا ويطلع لي فولس ان دي تطلع معايا بترو ودي تطلع معايا فولس. في الحاله دي بس، الحاله دي بس هيجي لي هنا فولس. ليه؟ عشان احنا قلنا اف الكيو يبقى ذن اف البي يبقى ذن الكيو هيحصل. يعني لو البي ده حصل يبقى لازم التاني ده هيحصل. فلو ده ما حصلش يعني لو ده حصل يبقى لازم ده يحصل، فده ما حصلش تبقى فولس. طب لو ده حصلش ماشي اف الكيو ما حصلش يبقى ذن ده هيحصل هتبقى ترو. فهمت؟ يعني دلوقتي لو عندك تاني شرط لو فولس يبقى الاولاني لازم يبقى فولس عشان يديني ترو. طب لو الاولاني ترو والتاني فولس يعني الترو رايحه للفولس، لا هيديني فولس ان هو كده الشرط ده ماشي ده اتحقق فلازم ده يتحقق. طب ما ده فولس ما اتحققش فهتطلع لي فولس. دي الحاله الوحيده اللي هنا اللي بتطلع لي فولس. اي حاله تانية هتطلع لي ترو. دي فكره الامبلايز. طب اللي بعديها بيقول لي ايه؟ اللي بعديها بيقول لي الباي كونديشن. ايه هو الباي كونديشن؟ الباي كونديشن فكرته قريبه شويه من الامبلايز. يعني هو مثلا عندي نفس المثال، عندي بي باي كونديشن للكيو. لو جه قال لي البي باي كونديشن للكيو عندي ايه؟ دي معناها البي ماشي ده اول واحده if and only if q. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو البي اتحقق يبقى لازم الكيو تتحقق، لو البي ما تحققش يبقى لازم الكيو ما يتحققش. يعني لو عندي هنا ترو وعندي هنا ترو هيديني ترو. لو ده اتحقق يبقى ده كده كده لا اجباري هيتحقق يبقى ترو. طب لو ده ما اتحققش، لو الاولى فولس يبقى لازم التاني يبقى فولس عشان يديني ترو. طب حلو.
اي حاله تانية بقى تبقى فولس. يعني مثلا لو واحده اتحققت والتانية ما اتحققتش تبقى فولس. يعني مثلا لو دي فولس ودي ترو، اول واحده ما اتحققتش بس التانية اتحققت، يبقى الفاينل انسر عندي فولس. ليه؟ لان انا قلت لازم لو البيت لازم من الاتنين يتحققوا او الاتنين ما يتحققوش. في الحاله دي هيطلع لي ترو، اي حاله تانية هيطلع لي فولس. فانا لو دي واحده ما اشتغلتش والتانية اشتغلت هيطلع لي فولس. طب لو الاولى هي اللي اشتغلت والتانية ما اشتغلتش هيطلع لي فولس برضو. لان انا هنا في الباي كونديشن لازم الاتنين يطلعوا ترو او الاتنين يطلعوا فولس عشان يديني فولس. في الامبلايز حاله واحده بس اللي هي هتطلع لي فولس قلنا، ماشي، اللي هو قال لك البي دي كيو، ماشي، ودي كانت ترو ودي كانت فولس. في الحاله دي الحاله الوحيده اللي هنا، دي سبيشال كيس هنا، الوحيده اللي هطلع لك فولس، ان الاولى تبقى ترو والتانية فولس. ده في الامبلايز. انما عندك في الباي كونديشن لو عندك ترو فولس هتطلع لك فولس، وعندك فولس وترو هتطلع لك فولس. بتطلع لك ترو بس امتى؟ لما يكون الحلين شبه بعض، يا اما ترو وترو يا اما فولس وفولس. ودي ممكن تقولها تفكها كفكه اخرى. دي تبقى فكتها ايه برضو؟ تبقى بي امبلايز الكيو اند الكيو امبلايز البي. فانت لو جيت فكرت فيها كده، لو بي امبلايز الكيو لازم دي كلها تطلع ترو ولازم دي كلها تطلع ترو عشان الاتنين يطلعوا لي ترو. فنفس الفكره، فانا لازم دي تكون ترو ولازم دي تكون ترو، ماشي، عشان يطلع لي ترو، ولازم دي تكون فولس ودي تكون فولس عشان برضه يطلع لي ترو. لازم الاتنين يكونوا شبه بعض. بس دي كانت فكرة ال البوليانز اللي عندي. ودلوقتي ممكن ارجع المسائل تاني وابدا احل بيهم. عندي في المسألة دي بيقول لي ايه find the negation of the proposition. احنا قلنا النيجيشن ده اللي هو ايه؟ بحول اي true عند لفولس او اي فولس لترو، او لو كان عندي مسألة عادية بخليها نافية، او لو مسألة نافية برجعها تاني عادية. فهنا بيقول لي مايكلز بي سي رانز لينكس. فانا ممكن اقول ايه؟ انا دي مسألة عادية فانا هرجعها هحولها لنافية. فهنا هيبقى مايكلز بي سي doesn't run linux. يبقى دي مايكلز هتنزل زي ما هي بي سي does not run لينكس. حولتها لجملة نافية لان هو قال لي انا عايز النيجيشن بتاعها، عايز الجزء عايز عكسها، بعكسها. فانا بيقول لي مايكلز بي سي ران لينكس، فانا اقول له مايكل بي سي doesn't run لينكس. نروح على السؤال اللي بعده. بيقول لك find the negation of the proposition. ماشي. الفاندانس سمارت فون has at least 32 جيجا بايت of memory. هنا قال لي ان تليفون فاندانا، ماشي، اقل مساحه ليه 32. طب ايه النفي بتاعها او ايه عكسها؟ ان فاندانا سمارت فون، ماشي، هاز، ممكن اقول هنا ايه بقى؟ هاز less than، عندها اقل من less than ال 32. ما هو هنا قال لي هنا اقل حاجه، ما فيش اقل من 32. طب عكسها ايه؟ ان هي اقل من 32. فانا ممكن اقول فاندانا سمارت فون هاز less than 23 جيجا بايت واكمل الجمله بتاعتي عادي كده. انا حولتها لنافيه. عندي السؤال اللي بعده بيقول لي find the conjunction of the proposition B and Q where B is the preposition. يعني دلوقتي قال لي عايز conjunction اللي هو كان ايه؟ كان بيبقى ال B and ال Q، الاولى and التانية، لازم الشرطين يكونوا بيتحققوا لي. طب عشان يطلعوا لي ترو، طب هنا ككلام هكتبه ازاي؟ هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي البي ان ريبيكا's بي سي has more than 16 جيجا بايت فري هارد ديسك سبيس. دي البي. والكيو بتاعتي the processor in Rebecca's PC runs faster than 1 جيجا هرتز. حلو. انا ممكن اقول انا هكتب الجمله، انا هسمي دي بي، دي البي ودي الكيو. فانا البي هنزلها عندي عادي زي ما هي، ماشي، وهقول ان، ماشي، ممكن اقول اتس بروسيسور، ممكن اقول اتس بروسيسور واشيل كلمه ريبيكاز اقول اتس بروسيسور runs faster than 1 جيجا بايت هرتز. ماشي، ممكن اشيل الجزء ده واكتبها كده، يعني دي الغيها واكتب على طول runs.
faster than 1 جهاز. او ممكن اقول على طول ان انا اكتب جملة بي زي ما هي واقول اند واكتب جملة الكيو زي ما هي، وانا كده اكون حولتها لكونجنكشن، بس حطيت اند ما بينهم. الجملتين صح والجملتين ينفع. المسألة اللي بعدها بيقول لي translate the statement students who have taken calculus for introductory computer science can take this class in a statement in propositional logic using the proposition B. ماشي. بيقول لي انا عندي statement عايز اترجمها لجملة. هو بيقول لي ان البي هو الجزء بتاع ال student has taken calculus can take this class، والكيو a student who has taken introductory computer science can take this class. يعني هو هنا عايزني ايه؟ هو هنا عايزنا ترجمها هل دي conjunction او disjunction او negation او XOR او هي علاقتها ايه. هو قال لي ان البي الجزء اللي هو student who has taken calculus، ماشي، دي كانت البي، والكيو كان ال student who has taken introductory computer science can take this class. لو لاحظت في اور هنا، يبقى دي المسألة دي كانت ايه؟ دي كانت disjunction. المسألة دي كانت disjunction، فاللي هي هتبقى عندي البي ماشي اور الكيو. المسألة دي مسألة disjunction عندي اهو. لو رجعت بصيت فوق الديجنكشن اللي هو الاور، فانا هبص المسألة بتاعتي هلاقي البي اور الكيو، وقال لك ان البي ده الجزء بتاع البي وده الجزء بتاع الكيو، الجزء ده بتاع الكيو، وهتبص الفرق ما بينهم هتلاقي في النص في اور. فخلاص دي هيبقى عندك disjunction وهتبقى بي في كيو اللي هي بي اور الكيو. عندي اخر مسألة معايا بيقول لي what is the disjunction of the proposition B and Q when B and Q are the same proposition as in example 5. يعني انا هرجع لسؤال 5، خليه هنا ماشي. عايز ال disjunction بتاع ال B وال Q هنا. هو هنا قال لي ال B ايه؟ ال B اللي هي دي وال Q اللي هي دي، ماشي. انا عايز اخليها اور، فانا ممكن اقول ايه هنا؟ ممكن اقول ان Rebecca's PC has more than 16 gram free hard disk or the processor runs faster than 1 gigahertz. يعني لما اقول الجملة دي على بعضها هتبقى البي or هقول ايه هنا؟ اللي انا هقوله هنا هقول يعني Rebecca's PC has more than 16 gigabyte free hard disk or the processor runs faster than 1 gigahertz. هقول اللي انا مهلت عليه ده بس على طول. يبقى انا كده هنا حولتها لايه؟ حولتها ل disjunction زي ما هو كان طالب مني في المسألة اهو.